في الفيديو اللي فات من سلسلة انطق صح اتكلمنا عن ازاي ننطق صوت الشورت اي. النهاردة هنتعلم ازاي ننطق ثالث صوت من الأصوات المتحركة القصيرة وهو الشورت يو. والصوت ده بنقوله كده ونطقه بيتقسم لأربع حالات. أول حالة هي الكلمات اللي بتتبع نمط CVC زي cup, cut, sun، وكلمات تانية زي jump وduck. وزي ما انتوا أكيد لاحظتوا الصوت ده بينتج لما يكون عندنا حرف اليو بين حرفين ساكنين، ودي أكتر حالة بينتج فيها الصوت ده. الحالة التانية هي الكلمات اللي بتتكون من 4 حروف وتاني حرف فيها O وآخر حرف فيها E زي come, done ولove. بس ده مش معناه ان كل كلمة تتبع النمط ده او تركيبة الحروف دي بتتنطق بصوت الشورت يو، لان في كلمات تانية زي bone وgone نطقهم ما بيكونش فيه شورت يو، ودول بيكونوا استثناءات ومهم جدا ان احنا نعرفهم ونحفظهم زي ما هم. وبيكون في برضه استثناءات من تركيبة الكلمات دي زي كلمة sun ما بيكونش فيها اي في الاخر ومع ذلك بنطقها بصوت الشورت يو، وبيكون في كلمات طويلة زي mother وmoney بنستخدم فيهم صوت الشورت يو، ودي تاني اكتر حالة بينتج فيها صوت الشورت يو. الحالة الثالثة هي بعض الكلمات اللي فيها OU زي tough, country ودبل. وحرفين ال OU لما بيجوا مع بعض ما بيكونش ليهم قاعدة معينة، لأن الكلمات دي بتكون أغلبها مستعار من لغات تانية، ومع الوقت حصل تغيير في نطقهم، فبالتالي بنحفظهم زي ما هم وبنعملهم على أساس كل كلمة لوحدها. والحالة الرابعة والأخيرة هي إننا ننطق بعض الكلمات اللي فيها دبل أو كأنها شورت يو، ودي الحالة الأقل وجودا في الإنجليزي، وبيكون فيها كلمات زي flood وبلاد. ارجعوا للكلمات اللي قلناها في الفيديو ده، وقفوه وجربوا تنطقوها صح. في الفيديو الجاي من السلسلة دي هنتكلم عن رابع صوت من الأصوات المتحركة القصيرة وهو صوت الشورت آي. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تتابعونا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله على صفحتنا.